نتصل مع أبو عبد العزيز وناخذ قصة ثانية والله يوفقنا وياك. تفضل طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القصة رواها أبو ثامر البلوي بيض الله وجهه، عنده محتوى جميل جدا. يقول في عام 1440 القصة يرويها واحد لأبو ثامر. في عام 1440 جاء ربيع في المملكة، ربيع جميل جدا ويذكرونه الناس خصوصا في المناطق الشمالية. يقول كلمني واحد من المتابعين حقيني وقال يا أبو ثامر أنا حدث لي قصة بس ماني معلمك باسمي لكن بعلمك أثرها، ما بي حد يدري عني. قال وش؟ قال أنا عندي إبل في المنطقة اللي عند الجوف يسمونها القرية، منطقة كلها حجر، لكن جاها ربيع العام في 1440 أنا رحت شفته يهول. يقول عندي إبل وعندي عزبة وعندي عمال، ويوم ناظرت الإقامات حقتهم منتهية أو بتنتهي، شارفت على الانتهاء. يقول قلت بكرة بنزل الجوف وأجدد لهم. يقول خدت مبلغ تجديد الإقامات معي وركبت سيارتي ووصلت الجوف. يقول يوم جيت عند الجوازات، يقول حنا دائما نروح للمكاتب اللي جنب الجوازات يخلصونك مرة، حاطه 200 ريال ينفض العمال اللي عندك. يقول توني جاي عند هاك المحلة فيه رجال من جنسية عربية وعمره 55 سنة وقاعد في ظلال المكتب على التراب ويبكي. يقول والله أثر فيني. يقول أنت لما تشوف رجل كبير في السن يبكي ما يبكي إلا من ضيم حتى لو يعني. يقول فتركت المكتب ورحت له سلمت عليه، قام يمشمش دموعه. الله تحس ما شر. قال ما شر. فيك شيء؟ قال لا ما في. أنت تبي شيء؟ محتاج شيء؟ ترى حنا لبعضنا يا أخي. قال والله يا زول أنا عشت عند كفيلي لي 3 سنوات وطلبت اني اروح لاهلي، وقال لي توكل على الله روح للمكتب الفلاني يسوون لك خروج وعوده ويجددون اقامتك ورح. يوم جيت المكتب وقربت ودخلت وطلبوا مني الرسوم، لقيت عنده سديري داخل الثوب لقيتها مقصوصه بموس ومسروق بوكي، مسروق قروشي كلها. وانا شفقر على اهلي لي 3 سنوات وكبير في السن ومتصل عليهم، والفلوس هذه جمعت رواتبي كلها، والله ما عندي ما يرجعني لعزبتي اللي عند كفيل، واني قاعد تبكي واندم نفسي وادعي الله سبحانه وتعالى ان الله يفرجها. يقولوا بكى، ظهرت عبرته مره ثانيه، قاعد يصيح الرجل يعني متشوق لعياله متشوق لاهله، جايب يمكن لهم هدايا. شوف شلون هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كم رجل مر على هذا الرجل ولا وقف عنده ولا يشده. يختص الله بهذه الأرزاق ناس يعرف في قلوبهم أنهم ناويين يساعدوا الآخرين. فقال قم. يقول وانسى عمالي وادخل على المكتب ويعطيه الأوراق حقته. قال تكلفتها كذا، عنده تجديد وعنده غرامة تأخير وخروج وعودة كذا وكذا. يقول وأنا أعطيه المبلغ، أنا معي 7000 العمال الثلاثة ما عندي إلا هي. يقول هو يطلب ما ادري 2000 او 3000 والله اني ناسي، واعطيه 3000 المكتب. وهو يناظرني ويدمع بين الفرحه وبين هالرجل اللي يعني انتشر انتشال، بين انه تحت فاقد الامل وبين انه سبحان الله. ويعطيه هذا الاوراق، قال بكره تجي تستلمها خالصه. اعطانا ايصال بتجديد الاوراق. يوم طلعت انا وياه وصك بال4000 اللي باقيه. قلت هذه ال4000. قال اسمك؟ قلت مالك. ما اعرف اسمي. من وين؟ قال مالك اي دخل، انت رزق ساقه الله لي، والله العظيم انك من نعم الله علي يا زول. يقول هو يرفع يدينه ويعطيني. اسال الله العلي العظيم يبارك لك في دينك ويبارك لك في ابنائك ويبارك لك في حلالك. يقول شاف سيارتي عرف اني وبال، قال ويبارك لك في حلالك وفي ابنك، ويدعي لي دعاء. والله يا اخوان انا دائما اقول فرحه العطاء من يجربها، ترى فرحة العطاء أعظم من فرحة الأخذ. كون الله يختصك أنك تساعد إنسان من هالملايين، أنت تجي وتفرج همه وتدخل السرور على قلبه، والله العظيم لو تسجد إلى يوم القيامة لله على هذه النعمة أنك فلا تلحق شيء، وهي عطاء نعم ذي. يقول أنا أدف ب4000 وأروح وأخليه. هالحين يقول رجعت لعزبتي، ويقول يوم رجعت لعزبتي قبل ما أصل عزبتي في عزبة فيها إبل، ناس من أهل الأمارات عندنا ومربعين حاطين لهم إبل. يقول وانا قلت مشتهية القهوة عندهم بسألهم عن الأخبار وعن حال الربيع وحال المناطق اللي جوها.
يقول الله يجزاهم خير الأجواد، يقلطوني وأتقهوى أنا وياهم، يحطون لنا منها الخيرات. وينكم جايين من هنا وينكم جايين؟ يقول لا، أثر إبلهم هجن سباق، ما هي بعارين مزاين ولا بعارين يعني ضم. يقول له والله أنا أعرف في الإبل، بس أنا ترى عمري 37 سنة يعني ماني بكبير. يقول يوم جت مرت قدامنا الإبل لا فيها بعير ما بعد عسف ويضلع، والضلع عند البادية يعتبر عيب شرعي، يضلع. قلت البعير هذا ايش فيه؟ قالوا والله ما بقى شيء ما عالجناه، البعير هذا أبوه كذا وأبوه كذا ولكن ما قدرنا نعالجه. يقول وانا اشوف البعير هذا جاز لي راسه وجاز لي جسمه وعندي خلفيه. قلت ايش رايكم تبيعونه لي؟ ان نفع عالجته ولا ما نفع بعته قصب. قالوا سمه. يقول انا والله ما مأيس. قلت ب 1500 ريال. قالوا نصيبك، خذ فكنا منه، هذا يعوقنا اصلا في احنا نشيله الحين في السيارات. انا ما في مخباي الا 200 ريال، 100 حبيت فيها بنزين بقى 100 من عقب الفلوس اللي اعطيت الرجال. قلت خلاص ابى اروح اجيب السياره واجي احمله واجيب الفلوس معي. يقولوا اشغلوا 40 كيلو لعزبتي. يوم جيت عزبتي ولا عندي جار اللي بيني وبينه زارق طيب، وانا اكلمه قلت يا فلان، قال نعم. قلت تعال ابي 1500 ريال. قال هذه 2000. ما شاء الله. قلت بجيبها لك انا. يقول عندي خير لكن دي ما عندي صرافات ولا عندي، والحمد لله الحلال واجد. يقول انا اخذ ال 2000 واركب مع واحد من العيال وارجع ثاني مره لعزبه الاماراتيه واعطيهم ال 1500 ريال واحمل البعير. خابر واحد من جماعتنا في اطرف المنطقه هذه يعالج ولا عني وعنه، وادعس لين وصلته. يوم شافنا ويرحب فينا ويحط لنا عشانه. قال ايش عندك يا فلان؟ قلت هالبعير. قال هذا مو بصنفك يعني، انت يعني تضم البعارين الطيبه يعني اللي حقت. قلت يا رجال. قال خلاص، وينزلونه عند الرجال هذا. يوم اصبحوا ويرجع يقول رجعت لعزبتنا و10 ايام. يقول يوم جاء بعد 10 ايام ارجع للرجال واسلم عليه. قال ترى سنه تشاوى البعير. ما شاء الله. انا شريته في اليوم اللي انا اعطيت الرجال العانيه هذه. يقول سنه تشاوى البعير. ها وش سويت فيه وش لقيت؟ قال ماني معلمك، بعيرك طاب. يقول انا حمله انا والرجال اللي معي. يقول اجي العزبه واحطه. حطيته مع البل ولا والله كل يوم احسن من الثاني. يوم جاء اليوم الثالث يا اخوان ولا هاك السيارات جايات عند الراعي، انا بعيد رايح ادور لي بعير غادي. يقول يوم رجعت ولا السياره مشت. قلت الراعي وش يبون هذا؟ قال يسمون البعير هذا الهجن. وقلت عمي ما هو بايع. قلت لا ما في شيء محرم عن البيع. يقول يوم خذنا وترجع السياره، شافت سيارتي ورجعت، اثرهم مكلمين العامل والعامل ما دارين ما عنده خبر. سلام عليكم السلام، البعير هذا بتبيعه؟ قلت ما في شيء محرم على البيع بس تراه يضلع. قالوا شايفين ضلعته وشايفين حنا كل شيء. قلت سموه والله وبالله وتالله 150,000 ريال أول فتحة سومه. ما شاء الله. يقول أنا ما صدقت وأنا أسكت والعامل يسكت. قلت يا رجال. يقول أنا خفت أقول لهم تم يسترخصونه. قلت يا رجال أنا ودي به مع البعارين وهذا. قالوا أقول 150 ترى. قلت تدرون والله جيتكم عزيزة نصيبكم. قالوا هم حرروا لي شيك ب 150 واصرفه. قال عمي العامل. قال الحذية. قلت ابشر بالعطية. الحذية إذا بعت شيء ولا جاتك هدية يقول واحد عندك الحذية تعطيه قسما منها ما شاء الله عند البادية. قلت ابشر بالعطية. يقول أنا أروح أسحب ال 150,000 ريال والله ما بين عيوني إلا العامل اللي أنا وقفت معه. يعني ما أنا الحقيقة ماني من النوع اللي أنا أقول قصص إنك أنت لما تعمل بيجيك شيء. لا، فضل الله واسع، ولا تعتمد في هذه القصص إنك بتعمل خير وثاني يوم يجيك. لا، ما عند الله أعظم من هال 150,000 وأعظم من هذا. ولذلك سبحان الله فضل الصدقة فضل عظيم. إحنا نتكلم عن قارورة موية. من اللي بيرضى الله عليه ويرد الجواب يقول تم أنا بشتري لك كرتون موية. اعرف ان هذا فضل من الله. نحن نقول على هالملايين وحتى تلفزيون نحن ترى كرتون المويه ب7 ريال ويوزع عنك وبارد وعلى ناس محتاجينه في هالحر في الصيف ومع ذلك ترفض. هال7 ريال ما تقدر تدفعها. اعرف ان الله سبحانه وتعالى رفض انه يقبل منك الصدقه فكرها انبعاثهم فثبطهم. انتبهوا، هذه ايات معممه ما هي بايات خاصه بشيء معين. كره الله انبعاثك للصلاه فما صليت البيت. كره الله انبعاثك في الصدقة ما تصدق قعدت. كره الله انبعاثك في أعمال الخير ما بغاك. والعكس صحيح.
إذا فسارعوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مو بإذا خلصت ثيابك تصدقوا بها، إذا ذبيحة كلتها نص أعطوهم تصدق، ما هي بصدقة ذي، الصدقة حر مالك.